حاولوا يا جماعة تقدموا كلام الميديا. كلام الميديا اللي انتوا بتقدموه على النت، حاولوا تقدموه في الحقيقة وشوفوا الفرق هيبقى عامل ازاي. عايزين نبعد الميديا عن حياتنا شوية. احنا ليه بقينا بنستهزأ بكل حاجة حوالينا؟ لما الإنسان يكون عاجز عن إن هو يحل مشكلته أو يغير الواقع اللي هو عايش فيه، بقى بيلجأ للسخرية، يتريق على ده، يتنمر على ده، عشان بس يشبع نفسه ويكون مرتاح. هو كده من جواه بيكون مرتاح. اللي هو بيعمله ده بالظبط إن هو بيحول الألم لإحباط، بيحول المادة قبل الاستهلاك الساخر. ايه معنى الكلام ده؟ ده معناه إن الضحك على المشكلة أريح من إنك تواجهها. الاستهزاء هو لغة العجز. ليه ما بنعرفش نتواصل واحنا كل يوم في وسائل التواصل؟ عشان بقينا بنعاني من الانفصام الرقمي. يعني الناس اللي احنا بنعاملهم في الواقع بأسوأ، ممكن على الميديا او على الميديا نعاملهم بحب، ونقدم لهم كلام احنا اصلا مش بنقدمه لهم على ارض الواقع. مع ان والله لو قدمناه لهم على ارض الواقع، مش عايز اقول لك يعني هيعمل تغيير اللي هو تغيير عالمي، لكن هتحس بفرق جامد، هتحس فرق رهيب. هتحس فعلا ان هم حسوا بقيمة الكلام ده. لان الانسان بيبقى محتاج انك تقدم له مشاعر، تقدم له احساس، تقدم له نبرة صوت، مش بس كلام. كلام لوحده مش كفاية. يعني انت ممكن تكون بتشكر والدتك في منشور وانت اصلا تبقى لسه مزعلها ولا مزعق لها حتى، مع انك لو قدمت لها اللي انت بتقدمه لها في المنشور ده، صدقني هيفرق معاها جدا، وهيفرق معاك انت كمان جدا. حاولوا يا جماعة تقدموا كلام الميديا. كلام الميديا اللي انتوا بتقدموه على النت، حاولوا تقدموه في الحقيقة وشوفوا الفرق هيبقى عامل ازاي. عايزين نبعد الميديا عن حياتنا شوية. يعني ما سألتوش نفسكم ليه بقينا نحب أهلنا على النت وما بقيناش نحبهم في البيت؟ عشان العلاقة هنا بقت بتكون بصورة، بقت بتكون علاقة لحظية. والله أنا شفت بوست عجبني اللحظة دلوقتي فبعلق كلام حلو ومش عارف ايه. لكن احنا في البيت أصلا ممكن يكون اليوم كل يوم مش لطيف. لو كنا قدمنا الكلام ده لبعض في خلال اليوم كان هيفرق معانا جدا، بدل ما نقدمه على النت بكلام ملوش لازمة. الناس بس تشوفنا ان احنا بنقدم كلام لأهلنا او بنقدم كلام لكذا لكذا، ويتقال علينا ان احنا بنحب أهلنا. والواقع غير كده، غير كده خالص. عايز اقول لكم بس ان انتوا حبوا اهلكم شويه، وعايز اقول للاهل برضو لاهلكم حبوا ولادكم شويه. انا عارف ان الشغل واخد كل وقتكم وكل يومكم، بس حاولوا تقدموا لو حاجه بسيطه عشان ده هيفرق في حياتهم. حاولوا تظهروا الحب ده لبعض، لان مفيش حد يقدر يفرح بهديه جات له او يفرح بيها فرحه كامله وهو لسه ما فتحهاش. لو ما قدرتش تتحكم في نفسك مش هتقدر تنجح. تعرف تقول لي ايه الفرق بينك وبين اللي بيشرب مخدرات، او بينك وبين المدمن عامه؟ تعرف اصلا ايه معنى تعريف الادمان؟ الادمان هو الاستمرار في سلوك ضار رغم معرفة عواقبه السلبية. ايه معنى الكلام ده؟ يعني انت عارف انه بيضيع وقتك وبيأثر على علاقاتك وانتاجيتك، بس برضه مش بتوقف. انت عارف ان انت بتعمل غلط والغلط ده هيأذيك وبرضه مش بتوقف. هو ده الادمان. والادمان مش بس مخدرات، مش بس حاجات كتير. الادمان بقى حوالينا من كل حتة. ادمان ميديا، ادمان علاقات، ادمان شهوات، ادمان حاجات كتير اوي. اللي انت ما تعرفوش او يمكن عارفه بس مطنشه ان الميديا معتمدة على علم الاعصاب، لان الخوارزميات مصممة لانها تستغل نقاط ضعفك، بتقدم لك الحاجة اللي تثير غضبك، تثير شهوتك، او حتى تثير فضولك عشان تسحبك او تجذبك ليها. لان المشاعر دي تعتبر اقوى مشاعر، اقوى كمان من العقل، اقوى من انك تتحكم فيها. وده يوضح لك اننا مجرد فئران تجارب. احنا فئران تجارب. يعني عايز تفضل مدمن، ولا نفسك تتعالج من الادمان؟ قبل ما تستثمر في نفسك استثمر في عقلك. واول حاجة تعملها ابعد عن المشتتات.
لو مش تعرف تبعد عن المشتتات والريلز والميديا وتتحكم فيها، يبقى امسح كل حاجة بتشتتك. حاول بأي طريقة تبعد عن اللي بيشتتك، والله العظيم هتحس بفرق. هتحس ان انت عندك وقت كبير كان ضايع في الهوا، 4-5 ساعات فيديو في الريلزات على حاجات ملهاش اي 30 لازمة. انت اولى بكل دقيقة في حياتك، ده لو انت فعلا نفسك تتغير. ما تخليش ادمانك يتحكم فيك. نظف عقلك بالله عليك، ونظف نفسك، واعرف انك هدفك في الدنيا الاول والاخير انك ترضي ربنا. فاسأل نفسك قبل اي حاجة بتعملها، يعني قبل اي حاجة او اي قرار تاخده، اقعد مع نفسك كده اسأل، هو اللي انا هعمله ده هيرضي ربنا؟ اتمنى اكون فدتكم ولو 1% من اللي انا قلته كله. ولو وصلتوا لحد هنا، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. واكتبوا لي في التعليقات لو عايزين نتكلم في اي موضوع تاني. شكرا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.